ازيكم؟ بما ان اغلب صحابي بيلجأوا لي قبل ما يشتروا اي حاجه من الالكترونكس، ودايما بيبعتوا لي يقولوا لي علاء احنا عايزين نشتري الجهاز الفلاني، وانا بقى بخش على الويب سايتس وابدا اشوف في الاماكن مين عامل اوفرز ومين بيقدر يبيع الحاجه دي باقل سعر وتكون حاجه مضمونه. في الحقيقه انا عايز اقول لكم انا من بدايه فبراير مركز شويه مع الاوفر اللي عاملينه 2 بي. هم عاملين اوفر كده جامد، فكره ان انت كل ما تشتري حاجه اكتر كل ما تاخد خصم اكتر. في الحقيقه في الماركتنج يعني ده اسمه الباندلنج، يعني ان فكره ان انت تاخد مجموعه حاجات مع بعض وتاخد عليهم خصم كبير. بس الباندلنج اللي احنا متعودين عليه ان انت مثلا لما تشتري لابتوب وموبايل وساعه تاخدهم الثلاثه دول بسعر قليل. بس تو بي مش عامل كده، انت هتضيف اول منتج للكارت وبعد كده كل منتج هتضيفه من سيجمنت معينه هيبدا يديك خصم مخصوص. يعني مثلا لو ضفت تاني منتج هتاخد 5%، تالت منتج 10%، رابع منتج 20%، خامس منتج 30%. ففي الحقيقه انت اللي هتكريت البندل بتاعك. موضوع حلو الصراحه، ولكن محتاج ان انت تبقى عايز تشتري اكتر من حاجه، او ان انتوا تبقوا اكتر من حد عايزين تشتروا حاجه في نفس الوقت. وده اللي انا كنت مركز فيه لغايه اما جه اتنين من صحابي، واحد عايز يشتري لابتوب وموبايل اقتصادي كده، والتاني كان عايز يشتري بلاي ستيشن. في الحقيقه فكره ان انا اجمعهم الاتنين مع بعض وتيجي فكره ان انا اخليهم في فاتوره واحده واروح انا اشتريها واخد خصم على الاربع منتجات دول، هي فكره ما كانتش سهله، وما كنتش عارف هل الموضوع هينجح بشكل كويس ولا لا، لغايه اما فعلا دخلت على الويب سايت وضفت الحاجه ورحت استلمتها وخدنا خصم 5100 جنيه. خليني اقول لكم تفاصيل الحاجات اللي احنا اشتريناها. اول واحد كان عايز يشتري لابتوب وموبايل اقتصادي كده، والاثنين كان سعرهم احنا استقرينا عليهم خلاص بعد الخصم 19300 جنيه، احفظوا الارقام كويس. والتاني كان عايز يشتري بلاي ستيشن ودراع بلاي ستيشن، والاثنين سعرهم بعد الخصم 48300. احنا معانا 19300 و48300، مجموعهم كام بقى؟ مجموعهم 67600. ده لو انت هتروح تشتريهم كل واحد هيشتريهم لوحدهم فاتوره لوحدهم هيدفعوا 67600. المهم بقى ايه، انا جمعت الاثنين وخدت منهم الفلوس ورحت اشتريت الحاجات وحطيتهم في فاتوره واحده. اول حاجه حطيناها في الكارت اللابتوب كان سعره تقريبا 12500، وبعد كده حطينا الموبايل وخدنا عليه 5%، وحطينا البلاي ستيشن وخدنا عليه 10%، وحطينا الدراع البلاي ستيشن وخدنا عليه 20%. فاحنا اشترينا اربع حاجات كل حاجه عليها خصم مختلف. الاجمالي بقى كان كام؟ الاجمالي الطبيعي طبعا ده باسعار اليوم النهارده، احنا النهارده تقريبا 14 فبراير، يعني احنا بنتكلم في النهارده الفالنتاين صح؟ 14 فبراير كان 67596. الديسكاونت اللي حصل في فبراير التوفير كان 5600 جنيه. احنا بنتكلم تقريبا على 8% 9%، وده رقم جامد جدا، ودفعنا 61996. انتوا كمان بعد كل الخصومات دي تقدروا ان انتوا تقسطوا المبلغ ده بدون فوائد. يعني المبلغ ده مش كاش بس، انت ممكن كمان في التقسيط، ولو حضرتك ذكي وعندك كده في الكريدت كارد بوينتس بترجع لك، ممكن كمان تدفع بالكريدت كاردز وهيجي لك بوينتس كمان بعد ما تدفع الرقم ده. فانت كده هتشتري بالخصم وهتاخد الخصم بتاع فبراير التوفير، وكمان هتقدر تقسط، ولو بتدفع بالكريدت كارد هتاخد البوينتس بتاعت الكريدت كارد. في الحقيقه لو انت قررت خلاص ان انت تشتري حاجه، ما تفوتش فبراير التوفير في 2 بي، ان انت تعرف تعمل باندل في فاتوره واحده وتاخد عليها الخصومات دي، عشان الموضوع جامد. جامد ولا مش جامد؟ جامد.